السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم مع وصفة جديدة من وصفات أمون. النهاردة هنعمل مع بعض 3 حاجات مهمين جدا من ثمرة جوز الهند. ثمرة جوز الهند بوريها لكم اهو من الأول. بقشرها الأول من الألياف اللي عليها. أنا عايزة ال3 نقط دول يبانوا. بمفك أو بأي حاجة حادة بعمل 3 فتحات مكان ال3 نقط دول، بيبقى سهل جدا. انا بعملها بالمقوره بتاعت الكوسه. بفضي منها، من النقط دي بفضي منها السائل اللي بيبقى جوه جوز الهند. بعد كده بصفيه وبيتشرب، ده طعمه حلو جدا. بعد كده بشاكوش او بايد الهون بلف على المحور الافقي لجوز الهند داير داير لحد ما الاقيها فجأة راحت مكسورة معايا. بعد كده هشيل اللحم بتاع جوز الهند من الخشب ده الخارجي، هقشره لو في اي قشور بني هشيلها من عليه. بعد كده هقطعه عشان اغسله. دول 3 حبات من جوز الهند. دول هطلع منهم حليب جوز هند وزبدة جوز هند ودقيق جوز هند. وعلى فكرة ده بيبقى بتكلفة أقل بكتير من سعر الحاجات دي لو اشتريتها، زائد إني أبقى ضامنة 100% إن الحاجات دي أورجانيك، يعني إن أنا مفيش، مش داخل عليها زيت بترول ولا مع خلطينه بفازلين ولا حاجة. كل حاجة بعملها بإيدي. باخد الجوز الهند اللي أنا قطعته، بحطه في الخلاط وأحط عليه مية. لو كمية المية ما كفتش بزود شوية. وبطحنه زي ما انتوا شايفين. خرج منه مادة لونها أبيض زي اللبن الحليب. بصفيه كويس قوي وبشيل الطفل ده، لأن أنا هرجع أعمله مرة تانية، أعصره مرة تانية وأطلع أي بواقي حليب فيه. بعمل كل كمية بنفس الطريقة وبصفيها برضو بالمصفى، بمصفى تكون ضيقة قوي أو بشاش، الشاش بتاع الجبنة. ده بيطلع كمية ممتازة من الحليب. يعني حليب جوز الهند أنا بشتري العلبة ب1 50 جنيه، العلبة دي 400 ملي. أنا اشتريت هنا 3 حبات جوز هند ب90 جنيه، طلعت منهم كمية هايلة، يعني طلعت منهم تقريبا 1.5 لتر أو أكتر شوية من حليب جوز الهند. الحليب ده بحطه بقى في إناء يكون مسطح وليه غطا، بغطيه كويس أو بغطيه بستريتش وأدخله التلاجة على الأقل 24 ساعة. هنشوف بقى البواقي اللي طلعت لنا من جوز الهند ده هنعمل فيه ايه. ده انا هجففه وهعمل منه دقيق جوز الهند او طحين جوز الهند في صينية تكون واسعة او صاج. هفرد عليه جوز الهند كله.
هدخله دلوقتي فرن على درجة حرارة 110 او على اهدى درجة في الفرن لو ما فيهوش درجات عندك، وهسيبه حوالي 4 ساعات على الاقل. كل شوية اطلعه واقلبه لحد ما يجف تماما. بعد كده هسيبه في الهواء لمدة يومين كده، بس اغطيه بقماشة نظيفة، وبعد كده بطحنه بمطحنة التوابل عادي جدا، هيتحول لدقيق جوز الهند. ده هستعمله في الوصفات بتاعة الدايت. انا عندي هطلع كمية محترمة من دقيق جوز الهند، زائد الحليب ده هطلع منه، شوفوا ما شاء الله، اللي على الوش ده زبدة، بس هو ايه، اتهز الاناء، اتهز شوية فاتكسرت. هنطلع بقى زبدة جوز الهند كده زي ما بنطلع قشطة اللبن. ما شاء الله كمية محترمة. الكمية اللي انا طلعتها من 3 حبات بتبقى تقريبا يعني ب120 جنيه لما بتشتروا الاورجانيك، زبدة جوز هند اورجانيك، يعني مش رخيصة. فلو جربتوا الحكاية دي هتلاقوا ان انتوا وفرتوا كتير. وطبعا انتوا عارفين وبتقروا كتير على السوشيال ميديا فوائد زبدة جوز الهند وحليب جوز الهند، وبتشوفوا فيه وصفات كتير قوي بقت بتتعمل بدقيق جوز الهند. ولو تحبوا ان شاء الله هبقى اعمل لكم فيديوهات لبعض الوصفات دي. شوفوا الزبدة ما شاء الله ناعمة وطرية جدا. والبشرة بتمتصها بسرعة رهيبة. الزبدة انا مش ما بقدرش اني اسيبها بره، لان انا مش حاطلها اي مواد حافظة، فهشيلها في برطمان او في علبة، او هقسمها في علب صغيرين واشيلهم في الفريزر. لما اجي استعمل جزء منها انزله في التلاجة من تحت، ممكن يقعد مثلا لمدة اسبوع في التلاجة من تحت، لكن ببقى شايلة الكمية الاساسية في الفريزر. وحليب جوز الهند برضو بشيله في الفريزر، بقسمه في اكياس صغيرة. يبقى انا طلعت منه زبدة جوز هند ليها فوائد رهيبة، بتدي الشعر لمعة، وبتساعد كمان في فقد الوزن. بستخدمها في وصفات كتير بطبخ بيها زي الزبدة العادية. غير انها كمان بتدي الجسم مناعة، بتقوي مناعة الجسم وبتمنع الامراض، بعض الامراض يعني، وبتحتوي على الياف وعلى حديد، وبتخلي الجلد بيبقى لامع ومشدود، بتديله شباب ونضارة. الكوكونات ميلك او حليب جوز الهند ده يعتبر منظف رائع للبشرة، يعني لو عايزة تعملي تنظيف عميق لبشرتك بتستخدميه. ولو عملتي منه حمامات لشعرك ده بيساعد على نمو الشعر بسرعة، بيطول بسرعة. بيستخدم كأنه هير كونديشنر، يعني زي البلسم كده، بيخلي الشعر طري وجميل جدا. ولو ضفتي منه على البلسم حتى اللي انتي بتستعمليه العادي هتبص تلاقي ادى نتائج رهيبة. وان الناس اللي بتتعرض للشمس كتير ده بيحمي الشعر من التقصف ومن اضرار الشمس. غير كمان ان جوز الهند، حليب جوز الهند بيستخدم كشفاء للبشرة، يعني لو في جروح، اثار جروح، استخدمتيه بشكل منتظم بيعتبر شفاء للبشرة. طيب اخر حاجة بقى اللي هو ايه، الدقيق جوز الهند. زي ما قلتلكوا ان هو بيستخدم في وصفات كتير للناس اللي عاملين دايت، وهو اساسا بيحافظ على مستوى السكر في الدم، بيساعد على صحة الجهاز الهضمي لان هو مليان الياف، الياف طبيعية.
في نسبة عالية من ال healthy saturated fats، ال saturated fats الصحية، لأن الدهون في مجموعة من الأحماض الدهنية سلاسلها قصيرة، فبيبقى هضمها سهل وبتبقى صحية، يعني ما بتبقاش مؤذية للجهاز الهضمي. بس خلاص، ده اللي عندي النهاردة اللي هقوله في الفيديو ده، وبإذن الله هعمل لكم فيديوهات قريب، هعمل لكم وصفات للبشرة وللشعر، بعض الأكلات اللي تعملوها باستخدام ال3 حاجات اللي طلعناها النهاردة: حليب جوز الهند، ودقيق جوز الهند، وزبدة جوز الهند. ولو عجبتكم وصفة النهاردة ما تنسونيش باللايك عشان تدعموا قناتي وتساعدوني على الانتشار، تخلوا قناتي تكبر. ولو ليكوا اي ملاحظات او تعليقات اكتبولي تحت الفيديو، واشوفكم في وصفة جديدة. باي.